علاش كيجينا العطش من مورا السحور نيشان، وعلاش الجسم ديالنا ما كيخزنش الماء بحال الجمل، وشنو هما الاكلات اللي خاصنا نتجنبوهم في الفطور باش ما يجيناش العطش في رمضان. اول حاجه رمضان كريم بالصحه والسلامه، وفي حلقه جديده من سبيك ليك غنجاوبوا على الاسئله اللي دازوا في الانترو. في اي عائله مسلمه مع الفجر كتلقاهم نايضين للسحور، والحاجه اللي كنديروها كاملين وما كنسمحوش فيها هي كنشربوا الماء باش ما نعطشوش، ولكن مع كيود الفجر كنبداو نحسوا بالعطش. علاش بالضبط هذا الاحساس؟ وانا ولا نتوما نورمالمون كنقدروا في الايام العاديه ندوزوا النهار كامل بلا ما نعطشوا، وكاين اللي ما كيتفكرش يشرب الماء نهائيا. اول حاجه كاين واحد العامل النفسي اللي كيلعب واحد الدور كبير، حيت عارف راسك ما غاديش تقدر تشرب الماء ملي غادي يأذن الفجر. وثاني حاجه هي الماكله اللي كناكلوا في الفطور ولا في السحور، وهذه حاجه ماشي بزاف كيردوا ليها البال، حيت ما بين الفطور والسحور كنكونوا كنوجدوا الذات ديالنا نهار اخر ديال الصيام. واول حاجه غادي نبداو بها هما المشروبات. كاينين بزاف ديال لي كاتيجوري، كاين اللي مبلي بالقهوه، كاين اللي مبلي باتاي، كاين اللي مبلي بمناضه، مع تيقول الله اكبر مع كيبدا بهم هما الاولين، بلا ما نهضروا على العصائر اللي كيكون عليهم اقبال كبير في رمضان. ولكن اشنو كيطرا في الجسم ديالنا بسبب هاد المشروبات اللي عامرين بالكافيين؟ القهوه ولا اتاي بكميات زايده كيخليو الكلاوي يخدموا اكثر من اللازم باش يتخلصوا من الماء اللي زايد في واحد الوقت اللي كيكون قصير بزاف. داكشي علاش فاش كنشربوا القهوه كنبداو نمشيو للطواليت بواحد الوتيره اللي سريعه بزاف، واخا ما كنكونوش شاربين الماء. ندوزو المناضه اللي كتقول بك، حيت كتعطيك احساس ان الجسم ديالك ما محتاجش الماء نهائيا، ولكن في الحقيقه كيكون عامر غير بالكربون، وهذا الكربون هو اللي كيخليك تحس براسك شبعان وما فيكش العطش، ولكن في الحقيقه حاجه اخرى. وحيت رمضان معروف بالشهوات غندوزو الماكله اللي حتى هي عندها واحد الدور كبير في العطش. الا كانوا كاع الاكلات ديالك طالعين بكميه كبيره ديال الملح فكيخليو النسبه ديال الصوديوم ترتفع في الدم، وماشي غيعطشوك وصافي، ولكن غيديروا لك اللكحه. مثلا الا كليتي بيتزا فيها الفرماج وكانت مالحه، زيد عليها الحريره مالحه، الكيش مالح، البطبوط، فرد بالك وحاول يكون تعادل في نسبه الملح. غندوزو للسؤال الاخر، علاش الجسم ديالنا ما كيخزنش الماء بحال الماكله؟ الا قربنا شويه من الجسم غنلقاو كيتكون من 70% ديال الماء عكس الماكله، ولكن كيفقد الماء بواحد الطريقه اللي ما يمكنش تخيلها. اقل حاجه كنضيعوا فيها الماء بلا ما نحسو هو التنفس. عمليه الشهيق والزفير فيها اكسجين وكربون، وفيها حتى الماء اللي كيخرج على شكل بخار، ولكن حنا ما كنشوفوش. يعني ما حدنا كنتنفسوا والذات ديالنا كينقص منها الماء. وحسب مع راسك شحال من مره كتنفس في النهار، في الساعه، في الدقيقه، في الثانيه، في الجزء، في الثانيه، هذا كان هو اول عامل ميكانيكي كيخلينا نعطشو بلا ما نحسو. العامل الثاني اللي كيخلينا نعطشو هو العرق، خصوصا الا كان مجهود كبير في الوقت ديال الصيام. مثلا البنايه مساكن اللي كيخدموا تحت من اشعه الشمس فكيفقدوا كميه كبيره ديال العرق وكيعطشوا بزاف. ثالث حاجه هو التبول. نورمال اون فوا كتمشي للطواليت كدير عمليه تبول فالذات ديالك كتفقد كميه كبيره ديال الماء، وهادو هما العمليات الطبيعيه اللي كيقوم بهم الجسم ديالنا، وما حد الماء كينقص ما حدهم كيبداو يتصيفطوا اشارات للدماغ انه بدا خصاص ديال الماء، وهذا الشيء اللي كيخلينا اوتوماتيكمون نحسوا بالعطش. وفي المتوسط الانسان يقدر يبقى ماكسيموم 3 ايام بلا ماء. نركزوا في الفطور على المأكولات الغنيه بالماء بحال الفواكه، وعلى راسهم الدلاح الا كانت لا سيزون ديالو، سينون كاين الليمون، البنان، الكيوي، ونقدروا نعوضوه باي فاكهه عندنا في الدار. ثاني حاجه البروتينات بحال البيض، الفول، العدس، الحمص، وهذا الشيء اللي كنلقاوه في الحريره. كانوا هادو من بين الحوايج اللي كيخليونا نحافظوا على الرطوبه والانتعاش ديال الجسم ديالنا لاطول فتره ممكنه. وتقبل الله صيامنا وصيامكم. الا كنت اول مره غادي تشوف الحلقات ديالنا ما تنساش تخلي معك لايك وسبسكرايب، حيت هذا الشيء غادي يعاون لاشين ديالنا. والا كان عندك شي موضوع وبغيتينا نهضروا فيه اكثر خليه لينا في لي كومونتير وما يكون غير خاطري.